أنا آسفة يا جماعة، أنا آسفة والله العظيم أنا ما عملت كده، أنا حصلت حاجة في ناس زعلوا منها وقالوا لي إن أنا عملت الحاجة دي، بس والله أنا ما عملتش كده. فأنا حبيت إن أنا أوضّح النقطة كاملة نبتدي من البداية علشان نوصل للنهاية وما حدش يزعل مني. البداية إيه؟ البداية أنا عملت مجموعة من الفيديوهات عن عُري صدام حسين وعن حفلاته السيكي كده اللي كان بيعملها في مزرعته، وبشهادة واحد كان بيشتغل فيها وقال إن المزرعة مسكونة وشاف حاجات مرعبة لدرجة كان هيجيله شبه جنون، وعالجوه في المستشفيات والشيوخ وكده بسبب اللي شافه واللي حصل له واللي كان بيشوفه وبيسمعه. وفي بنات من الجن كانت بتحضر الحفلات وكان عُري عارف كده، وراجل كان هيجن فعلا. واللي حصل ان واحد من دولة العراق قال لي انتي بتقولي كلام ايه والكلام ده ما حصلش. انا قلت ان الفيديوهات دي ومعلوماتي جايباها من واحد عراقي في احدى القنوات وقال المعلومات دي يعني حاجات حقيقية. فانا انت بقى بتهاجمني ليه وتقولي الكلام ده ما حصلش على اساس ان عضي يعني كان صاحبك في الحضانة ولا ايه بالظبط؟ المهم، فلما عملت الفيديوهات دي خشوا شوفوها فيها معلومات مرعبة حرفيا. فلقيت اخو ليا يعني اخ تاني من دولة العراق بيقول لي اختي الكريمة حضرتك مسحتي تعليقي ليه؟ اللي لم انتقص واتجاوز على شخص بحضرتك. يعني انت مسحت تعليقي ليه؟ انا ما تجاوزتش على شخص حضرتك. اذا انت سألتي اذا في عراقي سامع عن هكذا شيء، وأنا كعراقي وعشت في العراق فترة حكم صدام وقليل بعد سقوط نظام صدام، وقلت لحضرتك نحن نسمع عن حفلات ماجنة لعدي و وحفلات ايه مع الجن، هو بيقولوا ابوه تقريبا، وحفلات مع الجن لم اسمع بيها ابدا. انا ما قلتش والله حفلات مع لرئيس صدام حسين، انا ما قلتش كده. بس الشيء اللي مش سامع انه صدام وابنائه كانوا يملكون خرز، ومعناه قوة وغالبا الجن لغرض الحماية والله أعلم. لم أطلع، أنا ما طلعتكيش كدابة ولم أتجاوز على أي شخص. تحياتي تحياتي أخويا الكريم من دولة العراق. بس أنا حبيت أولا أوضح أنا والله ما مسحتش تعليقك، أنا معرفش حصل إيه غلطة، هو التعليق اتحذف لوحده، أنا مش عارفة إيه اللي حصل. بس أنا ما مسحتش تعليقات، أنا ما بمسحش تعليق إلا اللي يبقى فيه تجاوز أو فيه قلة أدب أو كده. بس حضرتك من الأشخاص المحترمة جدا وأنا عمري ما امسح تعليق من حضرتك. ف وحضرتك قلت كده، انا قلت فعلا ان لو في اي حد من دولة العراق عنده معلومات زيادة عن اللي قلتها يا ريت يقولي. وحضرتك قلت نفس المعلومات اللي انا قلتها، ما كدبتنيش، وعمرك انت ما بتتجاوز على اي حاجة لان انت من الشخصيات المحترمة جدا وانا عارفة كده من زمان. فبتقول ان انت يعني عشت في دولة العراق فترة حكم صدام وشوية بعد سقوط نظام صدام الله يرحمه، وبتقولي ان احنا سمعت عن حفلات ماجنة العدي. انا ما قلتش حاجة عشان اخويا قراص من دولة العراق اللي بتكدبني وتقولي لا ما حصلش وعمال بتسخر مني اهو. كلامي صح. قال لي اهو ونحن نسمع عن حفلات ماجنة العدي وابوه معرفش يا رب اكون بنطق الكلام العراقي صح او فاهماه صح، لكن حفلات مع الجن لم اسمع بيها نهائيا. بص هقول لحضرتك حاجه، انت بتقولي يعني انت بتسمع ان في حفلات مجانة كان بيعملها عدي وكده، بس دي كانت في مزرعته الخاصة في دولة صلاح الدين، وده اللي اتقالت في قناة اخ لينا من دولة العراق يعني، وانا جبت المعلومات منها. فاكيد الحفلات الخاصة دي مش هتتذاع للعالم، تمام؟ فانا بس حبيت اوضح النقطة دي، تمام؟ لان انت بتقولي انت مش بتكلمني، بتقولي ما سمعتش بيها. بس الشيء اللي سمعته ان صدام وابنائه كانوا بيملكون خرز وحاجات وكده، ودي لغرض الحماية. طيب ما هو بيملكوا بقى ليه خرز وحاجات لغرض الحماية من الجن؟ يبقى عشان ايه؟ يبقى هما كانوا عارفين، يبقى انا كلامي صح صح، يبقى انا صح، يبقى رسم دولة العراق اللي كل شوية بتكدبني وكده ما تقعدش بقى تعاندني في الموضوع وتقول لي لا وايه وما حصلش واللي وبلي. فاخويا الكريم من دولة العراق يا ريت تذكر لي اسمك بالظبط، تكتبوا لي بالعربي عشان انا مش عارفة اقوله. بس حضرتك من الاشخاص المحترمين واستحالة ان انا امسح تعليقك، والله العظيم ممكن يكون حصل اي غلطة، بس لا
حضرتك ما غلطتش فيا وما كدبتنيش، فهمسحه ليه، انا اسفه. عموما لو انت حضرتك زعلت مني ولا اي حاجه او حصل سوء تفاهم، ممكن غلطه في حاجه حصلت بس مني، اسفه. عدتها كذا مره، بس انا حاسه ان حد يزعل مني وانا مش عايز حد يزعل مني. ف وكلامك متوافق مع كلامي، الا بعد حاجات بتقولي ما سمعتش عن حفلات الجن، بس بتقولي في خرز كانوا بيملكوه حاجات كده على الحمايه من الجن. طب ليه؟ يبقى صح زي ما قلت، يبقى كانوا عارفين وليهم علاقه بقى سبب بالجن ولا حاجه. بالذات عدي لما قال له اللي بيشتغل عنده ان في المزرعه دي مسكونه وطلعني منها، وكان هيموت وكان هيتجن فعلا، وهو قال له لا هتفضل موجود فيها. والناس اللي كانوا بيرقصوا حوالين اللي بيشتغل في بتاع المزرعه، والاول ما اذن الاذان الفجر اختفوا كلهم، واللي كانوا عيونهم بيضة بتظهر. شوفوا يا جماعة سلسلة الحلقات دي أنا عاملاها عدي وحفلاته مع بنات الجن، أو عدي صدام حسين وبنات الجن. يعني تفاصيل مرعبة، خشوا شوفوها. بس في النهاية أنا أهم شيء وده اللي يهمني، أنا أسفة لأخويا من دولة العراق، بجد أنا أسفة وسامحوني. أنت أخويا على عيني وعلى راسي ويشرفني طبعا، ودايما دعمك ليا، وما تزعلش لو حصل أي سوء تفاهم. سلام.